السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظلموا اللي قال عليه لحمة الغلابة، ده أكلة الملوك واللي بيدينا إحساس الدفى، واللي يعتبر الأكلة الرسمية لأيام الشتاء الباردة. تعالي نعمل طبق عدس ينفع يبقى شوربة وينفع يبقى طبق رئيسي للغدا. طبق عدس فيه كل الفيتامينز اللي جسمك محتاجها طول اليوم، ومش هتحتاجي ان انتي تاخدي اي حاجة تاني. تعالي الاول قبل ما نبدأ نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وتعالي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتح التلاجة ونجيب شوية خضار حلوين كده. هنجيب جزر، توم، بطاطس، طماطم، بصل، ولو عندك كوساية يبقى خير وبركة، محدش هيعرف احنا حاطين ايه ولا فيه ايه. تعالي الاول هنمسك البصلاية نقطعها مكعبات عشان بس مجرد انها تستوي معانا بسرعة. كمان الجزر هنقطعه حلقات. على فكرة انت ممكن تحطي كل الحاجات دي صحيحة زي ما هي كده سليمة، لكن احنا بنقطعها عشان بس تستوي زي ما قلتلك بسرعة. كمان البطاطس هنعملها مكعبات، والطماطم هنعملها كمان مكعبات او حلقات كده زي ما انت شايفة. وهنعمل حوالي راس توم متوسطة او اللي هو 6-7 فصوص توم. لو التوم بيضايقك وبيتعبك يبقى بلاش منه، ممكن نستغنى عنه خالص. خلصنا كده. قبل ما نبدأ خالص بنكون أساسا غسلين العدس ونقعينه أقل حاجة ساعتين، ولازم العدس يكون مغسول كويس قوي ومنزلين منه كل المواد النشوية اللي هي المية البيضة اللي بتنزل منه دي. نفضل نغسله لحد ما المية دي تبقى صافية خالص وشفافة. بعدها بننقعه أقل حاجة ساعتين، لأنه ده من البقوليات اللي لازم تتنقع قبل الاستعمال. بعد كده بنصفيه كويس ونيجي بقى في حلة على النار شوية زيت صغيرة، ونبدأ بعد ما صفينا العدس نحطه في الحلة ونشوح. ليه مش هنحط الخضار كله على بعضه؟ لا، احنا عايزين الحلة تفضل سخنة والزيت يفضل سخن، بحيث ان احنا ننزل بالتدريج بمكون مكون ورا بعضه، بحيث ان برضو زي ما قلتلك ان الحلة تفضل سخنة على النار. شوحنا العدس والبصل، ننزل بعد كده بالجزر والثوم. بعد كده اخر حاجة بننزل بالطماطم بعد ما يكون اللي في الحلة اصلا اتشوح. الطماطم بقى والبطاطس الترتيب مش هيفرق، المهم ان انتي ما بتنزليش بيهم مرة واحدة. بعد ما بتشوحيهم بتحطي بقى عندك شوربة، ممكن تحطي مية بس اهم حاجة يكون سخن. اول ما العدس يغلي معاكي بتبدأي تهدي عليه النار وتغطيه، بتسيبيه كده نص ساعة لحد ما تيجي تكشفي الغطا. بتلاقي البطاطس تدوسي عليها تلاقيها بقت طرية ومهرية، كذلك الجزر. يعني الفيصل عندنا في سوى العدس هو البطاطس والجزر، لان دول اكتر حاجة بتاخد سوى، فهو ممكن ياخد معاكي من نص ساعة لساعة الا ربع. وما تنسيش اصلا ان احنا كده كده نقعين العدس، يعني مش هياخد وقت معاكي في التسويه ان شاء الله. شايفه بقى البطاطس اول ما احط كده بالشوكه الاقيها كده مهريه ومستويه، يبقى هو كده تمام. نسيبه بقى يبرد شويه. بعدها في بقى عندك 3 طرق ممكن تكملي بيها العدس. ممكن تعمليه بهاند بلندر، ممكن تعمليه في كبه، ممكن تعمليه في خلاط. الناس اللي بتحبه القوام بتاعه تقيل شوية وزي ما بيقولوا خشن شوية في القوام، ممكن تصفيه بمصفى بس ولا تضربيه بأي حاجة خالص، وفي الحالة دي بيتاكل كده مش هيحتاج أي خطوة بعدها. لكن الناس اللي بتحب إن العدس يكون مش باين فيه أي حاجة من المكونات بنضربه بقى زي ما قلتلك بكبة أو خلاط، بس بعد ما يكون هدي شوية، أو بهاند بلندر كده وهو في الحلة. بعدها بحطه على النار تاني، على نار هادية تاني، واسيبه على جنب. بعد بجيب بقى بعد كده خلي بالك انت لو عاملة شوربة لازم تظبطي ملح خفيف، متحطيش ملح كتير ولا فلفل كتير، بس لازم تحطي فيه برضو شوية كمون، لان العدس لازم يتحط له معلقة صغيرة كمون. لو بتعمليه بمية يبقى ظبطي ملحك وفلفلك كويس وتدوقيه وانت بتعملي. هنيجي بقى في طاسة تانية على النار، لو احنا عاملينه وجبة مش عاملينه شوربة، هنحط فيها شوية زيت صغيرة ونحط شعرية، تقريبا كوباية شعرية، وهنبدأ نحمرها على البوتاجاز
لحد ما لونها يبقى ذهبي، ونخلي بالنا ان هي ما تبقاش غامقة عشان العدس يفضل لونه ذهبي وفاتح معانا. بفضل اقلب كده كتير عشان الشعرية مش بتستحمل اصلا تحمير، واول ما توصل معايا للون ده ببدأ انزلها جوه العدس زي كأني بعمل طشة ملوخية بالظبط. وايد بتنزل الشعرية والايد التانية بتقلب بسرعة، لان كده ممكن تكلكع معاكي بسرعة وتعمل تكتلات جوه العدس. بنقلب بسرعة وبنهدي بقى عليه النار 5 دقايق. وامتى اطفي عليه؟ لما الاقي ان الشعرية دي استوت. ممكن بقى تحطي له معلقة سمنة او زبدة بلدي او اي حاجة عندك تطعم بس كده وتزود التست بتاعه. دلوقتي بقى العدس كده جاهز. الشعرية ما خدتش 5 دقايق على البوتاجاز واستوت. والعدس بقى كده وجبة اساسية، كله فيتامينات وكله كمان دفى واحساس بالألفة جوه البيت، وبيدي ريحة للبيت كده جميلة. بتغرفي بقى العدس بتاعك وتاكليه بقى ان شاء الله مع بصل اخضر، تاكليه مع طماطم، مع خيار، مع جرجير. بيتاكل مع اي حاجة ما بيقولش لأ. او حتى ممكن كمان تنشفي العيش في فرن البوتاجاز بعد ما تدهنيه برشة سمنة كده بسيطة وتعملي بيه احلى فتة عدس هتاكليها في حياتك. دلوقتي بقى لو عجبك العدس وعجبك الفيديو وعجبك الاحساس بالدفى بعد برد الشتاء اللي احنا فيه ده، يلا بسرعة اعملي لنا لايك للعدس واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. والف هنا على قلبكم، دعوة حلوة بقى من قلبكم.